السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب سنة أولى عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحل مع بعض التقييم الأسبوعي التاسع تربية دينية إسلامية. بنبدأ بالأداء الصفي. قال الله عز وجل في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. طيب، ديت الآية رقم 9 في سورة المجادلة. تمام، دي الآية رقم إيه؟ 9 في سورة المجادلة. طيب، بيقول لي في السؤال الأولاني: أكمل العبارات الآتية. المناجاة هي إيه؟ المناجاة يا جماعة هي الحديث السري او الخصوصي. لما تيجي إيه انت وواحد كده تقعدوا تتكلموا وتجيبوا في سيرة حد كده ايه في السر، او تتكلموا في موضوع ايه في السر. تمام. المناجاة هنا نوعين: في مناجاة بالاسم والعدوان زي ما بيقول بتقول الآية الكريمة، وفي مناجاة في البر والتقوى. هنعرف الأحاديث اللي بتكون في الاسم والعدوان معناها إيه، والأحاديث اللي بتبقى بالبر والتقوى معناها إيه، وعاقبة كل واحدة إيه دلوقتي من خلال الأسئلة. رقم 2: نهى الله عز وجل في الآية الكريمة عن إيه؟ نهى واضح جدا: فلا تناجوا بالإثم والعدوان، يعني نهى عن التناجي بالإثم والعدوان. طيب، وأمر بإيه يا جماعة؟ أهو وتناجوا بالبر والتقوى، يعني أمر بالتناجي بالخير والتقوى. طيب، هنا بقى: ما الفرق بين النجوى التي نهى عنها الله المؤمنين والنجوى التي أمرهم بها؟ تمام. طبعا واضح من الآية الكريمة أن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن التناجي بالإثم والعدوان وأمرنا بالتناجي بالبر والتقوى. طيب، الفرق بين في محتوى النجوى. تمام. النجوى المنهى عنها هي التي تكون في الإثم والعدوان ومعصية الرسول. ماشي. أما النجوى المأمور بها فهي التي تكون في البر والتقوى. زي إيه مثلا؟ زي كده التناجي في الصدقة، ماشي، او الاصلاح بين الايه، او الاصلاح بين الناس. لما تيجي تتكلم مع حد كده في السر، بيكون هدفك ان انت تصلح ما بين الناس، ومثلا تعمل خير زي الصدقات مثلا. يبقى اذا هنا ده اللي احنا مأمورين بيه، التناجي في البر والتقوى. اما بقى لما تتناجى في اذية الناس، وان انت تجيب سيرتهم بكلام وحش، او ان انت تدعي على الناس صفات مش كويسة وانت مش متأكد منها، لا، ده طبعا منهي عنه، ده اسمه تناجي بالاسم والعدوان، ربنا نهانا عنه. طيب، جيم: ما ثمرة العمل بالآية الكريمة على الفرد والمجتمع؟ طبعا لو احنا فعلا التناجي اقتصر على البر والتقوى، تمام، لو الحديث اللي ما بين الناس كان كله في البر والتقوى، طبعا ده هيبني علاقات صحية مبنية على الخير والتقوى، وهنبعد عن الشبهات. يعني انا دلوقتي ما اجيبش سيرة حد بأي كلام الا اذا كنت متأكد منه، يبقى احنا كده بنبعد عن الشبهات والفساد. ما تسمعش كلام من حد وحش على حد معين وتروح تنقله وانت مش متأكد من الكلام دوت. تمام، يبقى انت كده بتتناجى في الخير، وبتبعد عن الشبهات، وبتبعد عن الفساد، وبتكسب رضا ربنا سبحانه وتعالى، وبتفوز بالجزاء الحسن يوم القيامة وهو الجنة. طيب، بيقول لي: اكتب من قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، إلى قوله تعالى: فبئس المصير. طيب، ديت الآية 8 في سورة المجادلة، هو الآية كلها، يعني ده بداية الآية ودي نهاية الآية. يعني الآية بتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. تمام، وانا كاتبها قدامكم كده. تمام، وافتحوا المصحف على سورة المجادلة الآية رقم 8 هتلاقوها زي ما كتبناها كده بالظبط. طيب، نروح بقى للأداء المنزلي. قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. دي سورة المجادلة الآية رقم 9. طيب، بيجي هنا بقى يسألني: بين معنى استحوذ. يعني ايه استحوذ؟ استحوذ يعني الشيطان غلبهم، استولى عليهم بالكامل، خلاهم بقوا تحت أمره وتحت طاعته. يحادون. يحادون يعني يعادون،
ماشي. يحادون يعني ايه؟ بيعادون. طبعا وفقا للآية الكريمة هم بيعادوا الله ورسوله وبيحاربوه، ماشي، وبيخالفوا ايه؟ أوامر الله ورسوله. تمام. يبقى المحاداة هي المعاداة. ماشي. يحادون يعني ايه؟ يعادون. يعادون طبعا وفقا للآية الكريمة يبقى بيعادوا الايه؟ الله ورسوله. والاستحواذ يعني الايه؟ الاستيلاء. ماشي. استحوذ عليهم الشيطان يعني غلبهم واستولى عليهم بالكامل. تمام. طيب، عمن تتحدث الآيات وبما وصفهم القرآن الكريم؟ بتتحدث عن المنافقين وحزب الشيطان، ماشي، وبتتكلم عن طبعا صفاتهم هي ان هم جند الشيطان واتباعه، وهم الخاسرون في الدنيا والآخرة. وطبعا من صفاتهم ان هم فضلوا الشر على الخير، واصبحوا رهنا لشهواتهم واهوائهم. طيب، يبقى احنا كده عرفنا الآيات بتتكلم عن مين؟ عن المنافقين حزب الشيطان، وعرفنا صفاتهم. طريق الشيطان بيقول لي بعد كده له عواقب وخيمة. وضح ذلك من خلال فهمك للآية. طبعا أتباع الشيطان هالكون، باعوا دينهم ودنياهم بالضلالة والهلاك. طيب، اكتب بأسلوبك قصة المرأة التي جادلت الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هي قصة السيدة خولة بنت ثعلبة اللي ذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام بتشكو زوجها أوس بن الصامت بعد أن ظهر منها. يعني إيه ظهر منها؟ يعني حرمها على نفسه. يجي واحد مثلا كده إيه يقول له مراتي أنت بتحرم عليها زي إيه؟ زي أمي، زي أختي. طبعا ده اسمه الإيه؟ الظهار. أي بيحرم زوجته على نفسه، بيخليها زيها زي ايه؟ اخته او ايه؟ او والدته. لقد شرحت سورة المجادلة ببراعة حالة المرأة طبعا اللي كانت بتجادل الرسول، وكانت بتشتكي زوجها أوس بن الصامت. تمام. وأنزل فيها بقى الايه؟ الله سبحانه وتعالى القرآن يغير الحكم. وده طبعا بيظهر عظمة ربنا سبحانه وتعالى وحكمته في الاستجابة لتظلمات الناس. استجاب ربنا سبحانه وتعالى لشكوى المرأة وأنصفها بتحريمه للظهار. تمام. ودي طبعا القصة دي أول آية في سورة المجادلة. ماشي. أول آية في سورة المجادلة اللي بتقول إيه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. شفتوا ربنا سبحانه وتعالى في أول آية في سورة المجادلة بيقول إن هو بيسمع شكوى المرأة. تمام. وبيسمع تحاورها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فده طبعا في إنصاف للمرأة ولحقوقها، وطبعا بيان لعظمة ربنا وحكمته في الاستجابة لتظلمات الناس. نروح بقى للتقييمات. في عندي المجموعة ألف. تقع سورة المجادلة في سطر الجزء الإيه؟ طبعا لو فتحتوا المصحف هتلاقوه في الجزء 28. طيب، عدد آيات سورة المجادلة. تمام. بشكل بسيط جدا هنفتح المصحف على سورة المجادلة هتلاقوا فيه 22 آية. طيب، ما جزاء الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يوالوا أعداءهم؟ عذاب في الدنيا؟ لا طبعا، دول الناس آمنوا بالله وبالرسول. الجنة ورضوان الله؟ أيوة طبعا. النسيان؟ لا طبعا، ربنا عمره ما هينساهم. تمام. طيب، يبقى إذا جزاء المؤمنين إيه؟ الجنة ورضوان الله. من عجز عن تحرير رقبة كفارة الظهر. كفارة الظهر على الترتيب يا جماعة. تمام. أول حاجة تحرير رقبة. تحرير إيه؟ رقبة. يعني إيه تحرير رقبة؟ يعني تحرير عبد مثلا. واحد عبد عند شخص معين وأنت حررته. ماشي. اشتريته من الشخص اللي هو عبد عنده وحررته. تمام. ده أول حاجة. طبعا تحرير الرقبة دي مش موجودة في زماننا، ما فيش عبيد النهاردة. تمام. فدي طبعا إيه؟ تحرير الرقبة ديت صعبة جدا على أي حد. طب أنت طبعا مفيش تحرير رقبة. الحاجة التانية المفروض تعملها إيه؟ صيام شهرين متتابعين. يعني إيه شهرين متتابعين؟ يعني ورا بعض، ما تفرقش الأيام، ما تصومش يوم وتسيب يوم، لا لازم شهرين متتابعين كل يوم ورا بعض 60 يوم ورا بعض. تمام. طب ما قدرتش على ديت، التالتة اللي هي إيه؟ إطعام 60 مسكين. يبقى اذا هنا لازم تجيبهم بالترتيب. اول واحده تحرير رقبه، ما عرفتش خش على التانية على طول صيام شهرين متتابعين، ما قدرتش تخش على التالتة اللي هي ايه؟ اطعام 60 مسكين، وهكذا. تمام. من عجز عن تحرير رقبة كفارة لظهاره فإن كفارته ايه؟ المفروض يجيب لي بقى في الاختيارات صيام شهرين متتابعين، بس هي ما جابهاش، يبقى انا اختار اللي بعدها اللي هي اطعام 60 ايه؟ 60 مسكين. طيب،
بيقول لي في السؤال اللي بعد كده، الإسلام بينهي عن التناجي، للإسلام موقف من التناجي سرا بين الناس. ماشي، موقف الإسلام من التناجي بين الناس، بينهى عن التناجي بين اثنين بحضرة إيه؟ بحضرة ثالث، لأن ذلك يحزن الشخص الثالث. انتوا ثلاثة قاعدين مع بعض، ماشي، يجي اتنين يقعدوا كده على جنب، يقعدوا يتوشوشوا كده ويتكلموا ايه بصوت واطي وما يسمعوش التالت، ما ينفعش يا جماعه. ما هو كده التالت ده هيفكر ان هو انتوا ايه بتتكلموا عليه، وفي الغالب بتكونوا بتتكلموا عليه لان انتوا اكيد بتقولوا كلام هو مش عايز يعرفه، فبالتالي ده طبعا هيضايقه وهيحزنه. فطبعا الاسلام نهى عن التناجي بين اثنين بحضرة الايه الثالث. المجموعه التانية، سورة المجادلة. سورة ايه يا جماعة؟ طبعا فتحنا المصحف هنلاقي في الفهرس ورا خالص، في الفهرس كل سورة الرقم بتاعها، رقم الصفحة، وبتلاقي ايه جنبها مكتوب مدنية ولا مكية. فطبعا لما فتحت المصحف ايه لقيتها مدنية. طيب رقم اتنين، كل سورة فيها سجدة يا جماعة هي سورة مكية. اي سورة فيها سجدة تمام ايه سورة مكية. حكم الظهار حرام شرع ربنا سبحانه وتعالى ايه حرمه في سورة المجادلة. نزلت سورة المجادلة في مين؟ في قصة هولة بنت ثعلبة اللي كانت بتشتكي زوجها أوس بن الصامت. ما كفارة الظهار في الإسلام؟ هي على الترتيب، لسه قايل لكم في سؤال فوق: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين. هما تلاتة كده على الإيه؟ على الترتيب. تعمل أول واحدة، ما قدرتش تخش على التانية، ما قدرتش تخش على التالتة. يعني أنت ما ينفعش تبدأ على طول بإطعام 60 مسكين، لأ، لازم نجيبهم بالترتيب. المجموعة التالتة بقى، موقف الإسلام من المرأة التي تعرضت للظلم. طبعا أنصفها، ده في أول آية في سورة المجادلة ربنا إيه قال إن هو بيسمع شكواها. تمام. من كان يتناجون بالإثم والعدوان كان هدفهم إيه؟ مصلحة المؤمنين؟ لا طبعا. نصرة المظلوم؟ أكيد لا. إيذاء المؤمنين؟ أيوة طبعا. اللي بيتناجى بالإثم والعدوان يعني بيتناجى بإفساد الناس وأذية الناس. طيب، أمر الله تعالى المؤمنين إذا تناجوا أن يكون حديثهم إيه بالإثم والعدوان؟ لا طبعا. بالبر والتقوى؟ أيوه. بالسخرية؟ لا. طيب، الذين يحادون الله ورسوله، احنا لسه قايل لكم فوق برضو ايه المحاداة المعاداة. ماشي، اللي بيحادوا الله ورسوله بيصارعون في الخير؟ لا طبعا. الذين يقفون في الحق؟ لا طبعا. الذين يعادون احكام الله؟ ايوه طبعا. فالمحاداة هي المعاداة. طيب، آخر سؤال: ماذا يجب على المؤمن نحو أعداء الله؟ على المؤمنين أن يعدوا العدة، ماشي، ويتأهبوا لملاقاة الأعداء ويطلبون العون من الله فإنه ناصرهم لا محالة. تمام. أعداء الله يجب على المؤمنين أن يعدوا العدة ويتأهبوا لملاقاة الأعداء ويطلبون العون من الله فإنه ناصرهم محال. المؤمن ربنا بينصره، مفيش محال، مفيش طبعا يعني شك في الكلام ده. كده نكون خلصنا التقييم الأسبوعي التاسع، تربية دينية إسلامية. التقييمات اللي هتنزل سواء فلسفة أو برمجة أو تربية دينية إسلامية هننزلها لكم على القناة على طول. تابعونا باستمرار، اعملوا اشتراك علشان يظهر لكم كل جديد. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.